شميشة مرحبا، شنو بغيتي تقولي لنا؟ اهلا، لاباس عليك؟ وحشناك. نويتي توحشتك. توحشتني. قال انا بغيت. انا توحشتك بزاف بزاف، يعني مولفينك سامدي ساعه. المهم، الحمد لله اللي قدرتي تحل اليوم. عندي غير واحد الكومونتير. كنت في هذا خلال الاسبوع اللي فات كنت صادفت مع واحد السيد في واحد اللايف ديال واحد الصديقه ديالي. هضر على واحد الطريقه اخرى ديال تفسير بزاف د المسائل. المهم قال لك ان النبي فاش هضرنا على ان الام ديالو حملات به يعني 4 سنين والاب ديالو هو عبد الله وداكشي واخا عبد الله. المهم قال لك هو داكشي ما عمره ما كان، والنبي ما ولداتوش مراه، ما ولدوش راجل. النبي نزل نور من عند الله. قالت لي ان بحجه من القران انه هو ما قالك داكشي. هو قاش هو ما تامنش كاع بالبخاري وداكشي وهذا. وقلت له شنو هذا؟ واش هذه فرقه يعني جاتني انا بحال انسكت يعني بازي على الاسلام يعني. شكون هذا الحمار اللي قال هذا؟ لا نقول لك سميتو بلا ما تقول مي ان توكا سميتو نور الدين كنضحك معاه. موسكون، وهو كاين بلجيكا، والسيد مؤدب لا بلا ما ومتخلف في النقاش ديالو. غير هادشي جاني ان بو، قلت له هادشي جديد. بحال لي مثلا الناس بحال انهم رافضين ان النبي تقال عليه بان مو هزاتو 4 سنين اللي هي باينه كذبه، يعني باين داكشي دابا ماشي هو هذاك. هما دابا لالا تينفيو شنو؟ هاد مره. وي دابا انتيا ورطيني مع هاد نور الدين، انا ما نعرفوش. انا بغيت نضحك معاك، قلت شنو هاد الحمار وانت قلتي سميتو، صدقنا دابا سابين نور الدين انا المهم انا كنضحك. هذه واحده. حيت ثانيا هاد الناس اللي كيحشموا من الدين ديالهم، ما ذنبي انا؟ واحد حشمان من دينه كيقول لك انا ما نستعرفش بالاحاديث اللي في البخاري، ما نستعرفش بالاحاديث. اصلا نفهمكم واحد النقطه مهمه جدا. هاد الناس كيقول لك انا ما نديرش البخاري ونهايه اسطوره وهاد الهضره، على اعتبار انهم مسلمين. طبعا حنا كنعتبروا انهم مسلمين، ابخا الا كانوا ماشي مسلمين وكيديروا هاد الحركات، المهم سي ان نوت ديليغ. اما اللي مسلم وكيقول لك انا البخاري اسطوره، هذا يمكن أن تنفاضه من عدة جهات ومن عدة أبواب. لأن أولا هذا يوهم الناس، باش نديرو غير وجه واحد ما نكترش، وجه واحد يوهم الناس أن هذا البخاري هو اللي جاب السنة، وأن البخاري السنة كلها محصورة فيه. هكا يفهم ملي كيسمعوا شي واحد هكا كيقول ودي راسو الدين كان مزيان، كان بخير وعلى خير، كان القرآن، كانت الناس مفاهمة، كانت الدعوة ناشطة، الدنيا زاهية إلى آخره. حتى جا واحد خونا ما عرفناش دير مو شكون هو هذا، جانا من بخارى من قرباقستان، هو أصلا إعجامي. جا فوقاش مات هذا البخاري؟ راه مات في 256، يعني راه جانا ب 250 سنة مور ما مات الرسول، يعني يقول واحد 200 سنة من 100 سنة، وهو إعجامي، هو فارسي تركي. هو ديك البلاصة كانت تابعة للترك فين كيكونوا، من بخارى. هذا البخاري كيفهموك، هذا اللي عاش طبعا كنقول لك انا راه عاش بين 194 على 256، بين 194 و 256. كيفهموك باللي راه هو واحد النهار ناض قال الدراري انا جبت لكم واحد الكتاب، ها شنو قال الرسول، وراه هذا هو السنه وهذا هو الصحيح. جاو الناس قالوا له عندك الصح، شدوا داك الكتاب وبداو يطبقوا فيه، بغاو يقولوا داك الشيء اللي كاين هو اللي قال رسول الله. من بعد جاو هاد الناس دابا في هذا الوقت عاقوا بالخطه. طبعا دولة الاسلام في 1500 سنه كامله ما عاقوش، ولا 1200. جاو هادو عاقوا اللي حي معنا دابا، قالوا لا البخاري ليس صحيحا ولا يمثل الاسلام ولا يمكن ان نعتبره ولا يمكن ان نعتمده ولا يمكن، والبخاري فقط جاء وكذا، وكيف جمع وكيفاش بكر وكيفاش زمر وكيفاش كذا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل لا يمكن أن نقبل به، ولو أنهم لا يصرحون.
اما انهم جاهلين به، واما انهم كيظنوا بلي بصح راه ان البخاري هو اللي جاب السنه. البخاري ما جابش السنه، البخاري جمع شيئا قليلا من السنه، شيئا قليلا. راه الاحاديث البخاري راه شي 200 2500 حديث صاحبي، راه لا شيء. شنو هي 2500 حديث؟ زيرو. انا دابا هذا اللايف هذا لو كانوا يبغيو يفرغوه احاديث، كل حديث يديروا له 3 سطور، راه خصك واحد 18000 حتى ل 20000 حديث. يا شميشه يا عمري، انا غير اللايف دابا، غير اللايف كنهضر معاكم، ما تزيكش صاحبي 100000 حديث. البخاري كامل الاحاديث ديالو اللي جمعها من غير المكرر 2700، تلعب بحال هكا، مختلفين ديما مختلفين، كنبنوا حجر حسبهم. آه هاد ال2000 راه لا شيء. يعني البخاري اش دار كاع؟ اش دار؟ ما دار حتى لعبه. جمع شي حاجه قليله بين 2600 2700، نقولوا 2600، كيقولوا 2600 سا غيان. دوك ما تبقاوش تحملوا البخاري ما لا يحتمل. ساخي طاريو يا عمري، مرحبا بك سيداتي. لا يمكن ان تحملوا البخاري ما لا يحتمل. 2600 حديث راه لا شيء، في حين مثلا عندنا الامام مالك راه دار الموطأ ديالو قبال ما يجي البخاري، قبال حتى واحد ما هضر عليه، وهو موطأ كبير على صحيح البخاري. جا الامام احمد اللي هو شيخ البخاري عنده واحد الكتاب سميتو المسند. هذا الكتاب اللي فيه المسند فيه كثار من مدى البخاري كان دار شي 7000 حديث، هذا دار 27000. 27000 قسم على شي 4 المرات كثر. يعني الامام احمد عنده كتاب في الحجم كيلعب 4 فوا ولا 5 فوا بلوس. علاش حتى واحد ما كيهضر على احمد؟ علاش حتى واحد ما عمر سمعنا هو الامام احمد وكذا منا وما جاتش معاه وهذاك احمد غير كذاب؟ ما عمر سمعت انا الهضره هذه كاع. حاقرين على داك السيد هذاك البخاري مانيش عارف. البخاري علاش تمشي عند اصحاب السنن حتى هما عندهم الخير والبركه. راه عندك راه الكتب على الاقل كاين 14 هادو غير مشهورين، 14 كونيكسيون انستابل. البخاري هو اللي مشهور، جا موراه التلميذ ديالو مسلم، زيد عليهم نتايا اصحاب السنن الاربعه، عندك ابو داود، وعندك شكون هو الترمذي، وعندك النسائي حتى هو اعجمي من النساء حتى هو فارسي، وعندك ابن ماجه. شحال درنا؟ 6. زيد لهم احمد 7، زيد لهم مالك 8، زيد لهم الدارمي 9 حتى هو عنده السنن. زيد شكون عاد؟ فكرونا بالسميات دوك المشاهير. المهم كاين عبد الرزاق مصنف ديالو حتى هو عنده مصنف. او يا شميشه يا عمري شكرا لك، وخادو متاخرين شويه. الغليمي لا دارقطني ما نظنش عنده شي كتاب مشهور بحال هذا. دارقطني من كبار المحدثين في التاريخ، ولكن كتبه لم تكن مشهوره بهذا المستوى اللي كنهضروا عليه دابا. المهم كاين بعد 14 هذو مشهورين. طبقات بن سعد هذاك بوحده. كنهضر على كتب الحديث. بن سعد كان مشهورا بالتاريخ اكثر. دونك هاد الناس كاملين هذا 14 وما اكثر من 14 ما عمر حيد منهم البخاري بقاو 13. ما عمر سميت شي واحد كينتقد دوك 13، ما كاينش. حاقرين على داك خونا بخاري. فهموني علاش ما عرفتش، حيتاش كيفهموا بنادم بلي البخاري واش في السنه. البخاري فقط جمع ما كان متداولا في السنه. وزيدك حاجه اخرى، البخاري كانوا عنده مشايخ وكانوا عنده اقران واقروه على ما جمعه، بل وخالفوه في بعض ما جمعه. يعني الاحاديث اللي جاب البخاري راه كانوا حافظينها الاقران ديالو وكانوا حافظينها المشايخ ديالو. خاصك تفهم هذه النقطه مزيان. ما تظنش باللي ان البخاري غير خلط وجاب كتاب وقال لهم هذا راه قالوا الرسول وصافي والناس قبلوا به، ويجي واحد يفهمك باللي راه البخاري اسطوره. هذا غير تخربق، كيكذب عليك. البخاري
كان مجرد انسان جمع داكشي اللي كان في السوق عندهم. وجميع الاحاديث التي في البخاري رجع فيها. راه كاين مراجعه الاقران كتعرفوها في لا سيونس، ملي واحد كيقول شي مناظره ولا شي لعيبه كيقول شي حاجه في العلم كيجيو ناس كيفيريفيو موراه. البخاري كان عنده مشايخ ديالو، وهذوك المشايخ راه مثلا هو روى على مثلا على احمد الشيخ ديالو الحديث اكس، راه ماشي هو اللي تفرد به. كتلقى روى الامام احمد راه كان عنده المئات ديال التلاميذ. دونك هذوك التلاميذ اللي معاه راه ملي سمع البخاري يجمع داك الحديث راه سيقررونه عليه. الا روى شي حاجه وتفرد بها بوحده غادي يقولوا له منين جات الهضره، راه يكذبوه وغادي يبان كذاب. راه كان عنده مشايخ كبار جدا بحال علي بن المديني. علي بن المديني راه هو ميسي في علم المصطلح. يحيى بن معين، اسحاق بن راهويه ولا راهويه، الحميدي تا هو معروف. وقيل حتى السفيانين كانوا من المشايخ ديالو. هذا المشايخ كبار راه يا دي بيرسون من هذوك اللي فاليداو هذاك الصحيح هذاك. دوك راه ما يمكنش تخلط انت تقول راه جاب الصحيح صافي راه قاد علينا، ما تبقاش تفهم الناس هكا. سي با فري سا، سي با فري. بخاري ما دار والو مسكين. بخاري فقط جمع ما كان متداولا في زمانه، ما كان متداولا في زمانه، وجاو وحطوه في كتاب صافي. وكان عنده بخاري علاش غلبهم كاملين الشهر؟ كان عنده واحد جوج ديال الشروط. الشرط الاول هو كان يشرط على الراوي باش يروي على الشيخ ديالو المعاصره، خاص يكون عاصره. ما يمكنش انت رويت على واحد السيد وانت زاديت بعد لا مات هو، او لا هو مات وانت يلا عندك 4 سنين ولا 5 سنين ولا 10 سنين. هنا ما كاينش معاصره، يعني ما يمكنش تا 5 سنين والشيخ ديالك مات وانت رويت عليه كي درت ليها. وزاد واحد البريكو اللي ما داروش ناس اخرين، كان يشترطوا اثبات اللقيه. شكرا زواج. لا انا نعطيكم القابض ما كاينش تخرشيش، ما الهضره المعوده ما كايناش عندنا هنا. كان يشترط اللقيه، يعني انه باش يروي الشيخ على التلميذ ديالو، التلميذ على الشيخ ديالو، كان يشترط انه تلاقاو او على الاقل شبهه اللقيه. مثلا الراوي واحد روى على النمره زوج، هذاك النمره زوج كاين في المدينه مثلا. هذاك الراوي واحد كيمشي يقلب من موراه هل زار المدينه قبله. اذا كان داك النمره واحد ساكن في العراق ولم يثبت عنه ابدا انه مشى المدينه، ما ياخذش من عنده. اذا ثبت انه مشى المدينه يعني الراجح انه التقى بعالمها، حيث الامام مالك راه كان هو العالم، ما يمكنش تمشي للمدينه وما تلقاش مالك. دونك الا مشى للمدينه وخا حاج مثلا ولا زيار، حيت الحج كيكون في مكه، زيار المسجد الحرام ديال المدينه، يعتبرها انها لقيه ويقيدها له. هذا الشيء القصه. والف كتابا هو اصلا كتاب فقهي، ماشي حتى كتاب هو نوى يدير غير الفقه، هو راه فقيه الامام البخاري، راه يعني كتاب فقهي. باب مثلا النيات، باب الرق، باب الطهاره، باب الكذا، ما يقال في شراء الدابه، باب كذا. كان يبوب ابوابه، لان ما دليل انه كان فقيه. هذاك الكتاب ما داروش هو باش يجمع السنه، داروا باش هو جمع السنه ولكن من وجهه فقهيه، بحال كيما دار الموطأ. هذيك هي العقليه ديال ديك الوقت. كيجيو شي ناس هنا كيبداو غير يتغوطوا هكا، باغيين يشتوا لي التركيز، ولكن ما غاديش نتشتت ليهم. هاد الهضره ما عمرو تسمعوها بلاصه اخرى. طوبا استافد، انا عارفك حمار ما فاهمش هادشي. استافد. كتب واحد الكتاب وسماه الجامع المسند، يعني اشترط في التعريف ديال التعريف ولا في العنوان ديالو، راه عطاك شنو داير لداخل. قال لهم الجامع هو واحد جمع فيه السنه، راه غير جمع، راه ما صايبش، راه الا با كريي، راه الا با انفونت. ما تبقاش تقول لي اسطوره، ما تبقاش تخرخر عليا، ما احترمني الله يرضى عليك. لقد جمع ما كان متداولا عند امه الاسلام قاطبه، وما جمعش غير من بلاصه وحده. راه ما خلى مصر، ما خلى الحجاز، ما خلى العراق، ما خلى الشام، ما خلى فين مشى. دار الارض طولا وعرضا باش طبعا كان خراسان يعني في الفرس في ايران. يعني راه السيد خونا جال
باش جمع دوك الاحاديث. ما تبقاش تقول لي خرافه، لا يستقيم هذا الكلام. الجامع هو واحد. المسند، ما معنى المسند؟ يعني الحديث منسوب الى النبي، هذا هو. الصحيح يعني اشترط فيه الصحه، والحديث الصحيح معروف فيه 5 شروط. المختصر يعني ما كانش الشيء راه غير مختصر. المختصر من امور رسول صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. هذا هو العنوان الصحيح ديال الكتاب ديالو. وحنا باش كنختصروه كنسميوه صحيح البخاري او صحيح مسلم اختصارا، لان باش تحفظ هاد الجمله طويله شويه قاصحه. اش كنت كنقول؟ علاش وصلت لهاد النقطه هاي؟ فكروني. كنتوضر في الهضره، كنبقى سارح سارح حتى كنلقى راسي مشيت. المهم راني جاوبت واقيل على شي حاجه. شميشه اللي قالت لي البخاري سي فرونت. دابا هاد الناس كيجي كيقول لك البخاري اسطوره وما ناخذش به، هذا يذبح الدين وهذا مرتد باطباق. شت اللي يجي يقول لك السنه انا لا اخذ بها عند علماء الاسلام، هذا كافر قطعا، لا خلاف في المساله، لا خلاف. يجي يقول لك رد السنه بالاجمال، هذا كافر يخرج من المله قولا واحدا. اللي غادي يبدا ينتقي من البخاري الا ماشي بحال تنتقي احاديث البخاري وترد بعضها وتقبل بعضها، هذا ديما كان دوبوي توجور. حتى كيقول الشيخ السيوطي لعله وانتقدوا عليهما يسيرا وكم ترى نحوهما نصيرا. كيقصد شكون؟ كيقصد البخاري ومسلم. يعني البخاري في زمانه كان المشايخ ديالو والاقران ديالو كانوا كيردوا بعض الاحاديث في صحيحه، بعضهم. حتى السلفيه اليوم يردون. الامام الالباني ديالهم اللي مات في 99 هو راه محدث العصر يعتبر، رد بعض الاحاديث في البخاري وفي مسلم، وهو متاخر وهو سلفي. واش تقول عليه كافر؟ تقول عليه قراني؟ لا ماشي قراني، ردها ولكن عنده منهاجيه. ردها كيقول لك ها علاش، عنده طريق كتفهم اش كيدير، كيشرح لك. عندنا سيدي واحد الحاجه سميتها علم المصطلح، عندنا التعريف، عندنا كذا، عندنا قيل العله قادحه منا هذيك فلان لم يلقى فلان اختلط عليه تاش كذا، كيعطيك وكيضعفك وكيقول لك ها علاش في ارواء الغليل ولا غير. ماشي تجيني انا من الاخر السلام عليكم اسطوره. ملاش اسطوره؟ علاش؟ قال لك فيه احاديث تضر بالنبي اذا اسطوره. هذه ماشي هضره، هذه ماهيش هضره، هذا الشيء تخربيق. ومن يرد السنه فقد كفر باطباق. هذا مجرد انسان يستحي من دينه، حشمان، ما قدرش يواجه الحقيقه فاس، ما تقدرش، مازال كيرد حاجه نقطه نقطه بياسه بياسه، هذاك نديو معاه ونجيبوه في الهضره. اما من يرد السنه مطلقا كفر ولا نقاش معه. انت حشمان من دينك، انا ما عندي ما ندير لك وما نهضرش معك. نتمنى لا شميشه كون علقت بما يلزم. شكرا بزاف، شكرا بزاف. هما يعني عندهم une théorie par rapport للبخاري و par rapport يعني ومشكله قال لك ils ont toujours existé apparemment. قلت له فوقاش قال لك غير هما يعني ما علنيش براسهم ouvertement mais ils ont toujours existé قال لك depuis le début de l'islam. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les explications. يعني جاوبتيني دقيقه. شكون هذا الحمار اللي قال لك دوبوي ليكزيستونس دو الاسلام كانوا ينكروا السنه مطلقا؟ اعطيني مثال شخص واحد انكر السنه مطلقا في تاريخ الاسلام. هو قال لك بان البخاري في الاصل كتبوا يهودي ونسب للبخاري. هذه هي لا تيوري اللي قال. وفاش بدي شرحت دي كيستيون باسكو انا جاني هادشي نكراني وقلت له هادشي بحال اللي بغيتو يعني لو فات ان التاريخ ديال محمد البدايه ديالو يعني كيفاش تزادوا داكشي يعني ديرونجيكم دونك خلقتوا له واحد ليستوار وبغيتو تشبهوه بالمسيح حيت قال لك الدين الاسلام كله حب ما كاين لا قتيله ما تقتلوا. وي لا حول ولا قوه الا بالله. دابا دخلنا عليك بالله واحد الانسان يهودي ياك كتب صحيح البخاري وجاب لهم قال لهم ما هو البخاري شنو قال؟ البخاري كان حي ولا ميت؟
تيوريكمون خصو يكون حي نورمالمون. واخا حنا نديرو لي طيوري بزوج بهم. الطياره الاولى كان حي، الا كان حي واش جا كذب داك اليهودي ولا ما كذبوش؟ حيت الا كان حي راه خصو يكذبو قولا واحدا. الا مات هنا سؤال اخر، البخاري واش كانوا عنده التلاميذ ولا ما كانش عنده التلاميذ؟ الجواب نعم، كان عنده التلاميذ رووا عنه صحيحه. طابي شحال من واحد روى عن البخاري من تلاميذه. جليبيب ماشي 600,000، ما تبقاش تخلط. 600,000 هذه قال لك هو انتقى حديثه من اصل 600,000 حديث، والحديث لا يقصد بالحديث المرفوع عن النبي، وانما اي متن له اسناد يعتبر حديثا. هاد الالاف اللي رواه هذا الحديث عليه وجا اليهودي جا اليهودي تخرب يا حق الرب. ما فهمتش انا هاد الهضره هادي. بحال دابا انا في لايف داير لايف ياك، قلت لكم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، سمعوها 1000 واحد ياك، صافي كلشي سمعها. غدا جا واحد اليهودي قال لكم راه طالوت قال زبل البدر علينا، وترى 1000 واحد تسمع طالعه وانت سمعت زباله، تمشي تقول لهم راه طالوت قال زباله، غادي يقول لك انت كذاب. كاملين حنا سمعنا طالعه ما سمعنا زباله. دونك اخويا ملي تجي تقول زباله راه ياكلوك هذوك الناس اللي سمعوا طال، وانتم راه غير لايف في 1000. راني التلاميذ اللي كانوا معاه سنوات واللي خداو من علم واللي كانوا في راسكم راه كانوا راه البخاري راه كان شي حاجه كبيره في وقته في زمانه، لدرجه انهم استقبلوه في الدوار ديالهم، راه استقبلوه يرموا عليه الحلوى ويرموا عليه الفلوس، رموا عليه الورد. راه كان استقبال مهيب جدا، لانه دار واحد الخدمه اللي ما عمرو دار شي واحد قبل منه. يعني كان عالم كبير، كان شي شخصيه كبيره بزاف. هاد الشخصيه المشهوره اللي هي عندها الالاف ديال التلاميذ والالاف ديال الاقران والالاف ديال المشايخ، يجي واحد يدير كتاب وينسبوا ليه وصافي، وحتى واحد ما يسيق الاخبار هكا عادي طقرق ودخل. قول لي انا حشمان وهنيني صافي، ما تبقاش تصدع لي راسي. لهذا انا لا اناقش هاد الناس، انا وكنت اناقش ابن ادم اللي فهمت مستعرف بدينه. نهضر معاك حشمان من دينك ما تصدعنيش، وانا اصلا ما بقيت نناقش حتى شي واحد. سيدنا المهدي اهلا وسهلا، مرحبا بك. ولا سعيد حتى هذه طرقيعه. شحال بقى ديال الوقت؟ بقات ربع ساعه. تشوفوا فيها اغنونيم، يلا سير. كنتي تقولي لالا شميشه شي حاجه في اي وقت مرحبا بك. اسطان، واخا نطلع اسطان يلا. طلعاني على نونانا عينا، كيطلعوا ليش انا فين السي كيطلعوا. طالوت؟ مرحبا، كي داير الحبيب هانيه؟ الله يبارك فيك، تبي خير. والله الا الله يحفظك، كنشكروك على هاد المعلومات، الله يجيبنا في الصواب، نطلب ربي ما يحشمناش. والله الا كنشكروك على هاد الاستناره وكنشكروك على هاد المجهود. نتمنى يكون داكشي فيه شويه ديال الفايده. لا كاين غير الا من ابى. اييه والله يرحمنا، الله يرحمنا، الله يرحمنا، الله يدير شي تاوي ديال الخير. بغيت تقول لنا شي حاجه؟ مرحبا سيدنا. لا بغيت غير واحد نسولك غير في واحد السؤال، تفضل. الا كان ممكن. ولا عرفنا نجاوبوا، ما عرفناش نقول لك لا. لا غير في خضم داكشي اللي كنتي كتناقش دابا ديال البخاري وهاد الروايات وهاد، يعني دابا فاش كتشوف دابا مثلا في الاسلام كانوا حاطين واحد المعايير واحد القوانين مثلا في الروايه ديال الحديث مثلا، سواء في انه يكون صحيح او لا ضعيف، ولا كانوا حاطين واحد الباريم زيد. ولكن دابا فاش كتجي دابا مثلا كتقرا حديث مثلا في البخاري وكتمشي كتقرا في مسلم كتلقى لا علاقه بعضياتهم وهو نفس الحديث. نعم، هذا كيتسمى الحديث المضطرب. ملي كيكون الحديث كيروي نفس الروايه بنفس الاشخاص بنفس لي سيركونستانس، وواحد كيدخل في الهضره وواحد كيخرج بالهضره، هذا كيتسمى الحديث مضطرب، وهذا من اقسام الضعيف نورمالمون. واللي خاصك تفهم بلي ان هذا علم المصطلح اللي كيسميوه علم الاسناد ولا علم الرجال، اللي كيبان شي حاجه كومبليكي ولا كيبان شي حاجه اختص الله بها هذه الامه، راه غير تخربيقات الزربيقه داكشي غير فهمت يقدر. بالله عرب المايك، شكون حل المايك؟ عندي ليكو. أوسطان اغلق المايك. اسمح لي. شكرا.
يعني داك الشيء غير تقديري، غير تقديري. الحديث الصحيح عندهم هو رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى الإسناد. آه. الحديث الصحيح هو رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى الإسناد مع الخلو من الشذوذ والعلة. ديجا غير في التعريف ديالهم، في التعريف فيه مشكل، وعندهم واحد المسألة ديال الشذوذ والعلة. هاد العلة ما معناها؟ من بين المشاكل اللي كاينة في الإسلام، العلة هو الديفو. إلا كانت شي علة يعني كان شي ديفو. سؤال: واش ماشي في صالح الملحد إخصاء الصحيحين ياك؟ واش ماشي في صالح الملحد إخصاء؟ ما فهمتش هذا في صالح الملحد، شنو هي اللي صالح حنا؟ بحال دابا حنا لاعبين ماتش كاع الصالح ماركيو علينا، فهمت؟ بحال لاعبين وما ناقصين، شنو هي الصالح؟ سؤال غير مفهوم. صالح الملحد حنا ندقوهم في جميع الحالات، صالح ولا طالح، كيف ما كانوا لاعبين حنا ندقوهم، ما عندناش مشكل. يعتبروا البخاري ندقوهم، ما يعتبروش ندقوهم، كيما داروا لا حنا معاهم. طالوت: عندي بنت من عائلة محافظة، أنا باغي نتزوج بها وما عرفتش واش نصارحها ونغيرها ولا ما نقول لها والو. لا خويا صارحها، صارحها. مشات معاك هي هذيك، ما مشاتش معاك، هذا رأيي، حيت قبيله هضرنا على هذا الموضوع. ما يمكنش تقول بها. وما كان الملحد مقولبا. سوا لا بغيت انت تعيش ديها في سوق راسك، ما تبقى تجبد لها لا صلاه لا زكاه لا والو، تاكل وتشرب وتنكح، هذيك حاجه اخرى. اما تقال ما تا تزوج بها وتفضلها البكاره وتذوق العسيله، عاد تبقى تقول لها راه الرسول كذاب، ما غاديش تقبل منك هذا البريكولات. نولي الموضوع. عندهم واحد الحاجه سميتها العله الخفيه والعله الجاليه والقادحه والهضره الخاويه. هاد العله هو الديفو. ما هو الديفو؟ الديفو هو هذاك الشيخ الا عجبته راه يقبل لك الحديث، ما عجبتوش راه يقول لك فيها عله وما يشرحلكش كاع شنو هي هذيك العله. وشنو من مظاهر العله شنو هو؟ الا ما كنتش صاحبه، مثلا ما عمر واحد سلفي يروي على واحد شيعي، واخا الحديث صحيح، واخا داك الشيء عدل، واخا معقول، ما يرويش عليه لانه ماشي صاحبه. لهذا كتلقى الانتقائيه في الرواة. ما عمر يروي على صوفي، ما عمر يروي على معتزلي، ما عمر يروي على اشعاري، ما يتريوهم، يروي على اصحابهم. هذه هي العله. العله كيسميوها الابتداع. الابتداع يجي يقول لك مثلا القران مخلوق ولا غير مخلوق، تقول له مخلوق، اذا انت مبتدع معتزلي، سير تقوي العضلات. دونك في التالي ما ياخذش منك الحديث. هو ضيع خبر صحيح ربما، علاش؟ حيتاش انت ماشي معاه في الفرقه بكل بساطه. وانت واش تقول في الله في السماء ولا ما فيش؟ استوى ولا ما استواش؟ ما استواش، اذا انت صاحب بدعه، اذا فيك عله. كيجي داك الشيخ الكارير ديالك كيدخل فيها واحد الستيلو بيك من ودنيها، زعما لا تفهمونيش غلط. كارير، انت مثلا عندك كارير في الروايه 40 سنه، يجي واحد كبير مثلا من العلماء الكبار، انت كارير يعني حياتك كامله حافظ ناظم منظم مثبت كل شيء كذا. يجي واحد بحال علي بن المديني اللي هضرنا عليه قبيله، ولا يحيى بن معين ولا سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، المهم هاد الناس كبار، ويجي يقول لك ليس بشيء، دمرك فجرك. عرف شنو يفجرك؟ تكون انت هو مقود في الدوار، حافظ كاع الاحاديث اللي كاينه واللي ما كايناش، ولكن انت ما جيتش على الهوى ديال داك خونا هذاك علي بن المديني، ما عجبتوش. هو بالنسبه للناس ريفيرونس باسكو هو شيخ كبير، وانت مازال طالب وعلم صغير، يلاه جاي وقال لهم فلان ليس بشيء لانه سمع منك كلاما لم يعجبه في العقيده مثلا، ولا مثلا شفت ديك ليس بشيء، الله يرحمك اخالي، فان دو كارير كيدمرك. يعني احنا الاسلام بصفه عامه مبني على شكون؟ على واحد 10 ولا 15 واحد محدودين، هما اللي كيحدوا لينا شكون اللي ناخذه من عندهم، شكون اللي ما ناخذوش من عندهم. واش هضرتهم بصح ولا ماشي بصح الله اعلم، افيريفي. مجرد ان هذا علي بن المديني ولا الامام احمد ولا مانيش ولا امام مالك ولا غيره، الامام مالك اصلا طعن في مول السيره، واخا كناخذوا عليه السيره. هذا الناس ملي كنطعنوا فيهم مجرد يطعن فيه تكون انت مشهور وطعن في واحد ما مشهورش، شي راوي في السلسله تقول ليس بشيء وليس بحجه كثير الوهم، شي حاجه بحال هكا، ستذبحه. فان كارير سالينا، تصيفطوا لدارهم، تصيفطوا للبلاد، تصيفطوا للبلاد.
ها على هذا الشيء ماشي مبني على المصطلح، مبني على على 10 15 واحد كيصحوا ضعفوا اللي بغاو. دوك هذا ما علم، ما كان والو، هذا غير هضره، قال ما قالوش، قلنا ما قلناش، صافي. كاين شي حاجه اللي غادي تبان لك زعما فريمون اون سيونس بازي على شي حاجه سيونتيفيك اللي تقدر تراجع موراه، ما كان والو. كنت صاحبنا راك ديالنا راح ندخلوك معنا، ما كنت صاحبنا فات فيغ مونجي. هذا هو. شكرا استاذ خوان. نسمعوا الاغنو. مرحبا. سيدنا طالوت، كيف الحال؟ انا نهبطك اخويا استاذ. مرحبا سيدي، اهلا وسهلا. ما عرفتينيش واقيلا. انا وصاحب اقوى دليل للنبوة اعترفت به انت نيت، قلت لك نعترف به، دليل طلوع الشمس من المغرب اللي هو انت. آه. جالوت لا الحقيقة أنت كنفكر. كي والله. بخير. الله يبارك فيك يا سيدنا، شكرا جزيلا. وصراحة ما قلته أن أشبه الدين، كنشبهه بحال واحد محن تنسبو واحد خينا يدعي أنه فنان تشكيلي، شد واحد النفاخات عمرهم بالصباغة بدا كيشير على الطابلو، تكون واحد اللوحة مخربقة فيها الألوان، وكيجيو وحدين واحد المتنطعين يسمون أنفسهم النقاد فنيين، وبداو كيوصفوا في ديك اللوحة وكيعطيو واحد أبعاد ميتافيزيقية فلسفية نفسية. هذا هو الدين. الدين هو تخربيقة وصنعوا منها علم، ما يسمى علم المصطلح الحديث، الفقه وكذا وكذا، منطلق لأن واحد ما فراسو والو من هادشي. واش واحد عارف علم المصطلح الحديث، واحد عارف التواتر، ما عارف والو، فهو ما فراسو والو من هادشي، فهي تخربيقة وصنعوا منها ولكن واحد العلم ودخلوه في عصام قال لك عند خروج الروح ستدركون الحقيقة. رزمتك أخويا، كدير تجاوب. لا فهمنا وجاوب هو زمتك يعني. دابا هما عرفتي شنو باش كانوا كيقيسوا شنو مفهوم الروح عندهم، لان المفهوم ديال الروح هو الناس فاش كان كيموت، خصوصا اللي كنت يموت مقتول، تيكون باقي سخون وكيطلع منه واحد الدخان، لانه كيكون سخونيه باقي الدوره الدمويه، كيعتقد هذاك الدخان هي الروح، ديك النفس. حتى ان في الدين النفس هي الروح، النفس هو الاكسجين، كيقيسوا لي نيفو ما خرج لي النفس راه صافي الروح مشات. فري دابا سي اغنو نفس الموضوع. ميكاسا شنو كتقول لك؟ طالوت اشنو كتجاوب على الاعجاز العلمي ديال مراجع البرزخاني يبتغيان بينهما؟ وانت كيبان لي الاودينس كتبدل عندنا حنايا، ماشي نفسهم. ميكاسا مازال كتسول على مراجع البرزخاني يبتغيان. مثلا بينهم سميتها ميكازا، باقي شي واحد كيلعب كره بميكازا بيناتنا. ميكاسا راه في المانغا واقيلا ديال ديك هجوم الكره عقلت على ميكازا. ميكازا هذيك ما نعرفوش حنا كانت تجينا غاليه ميكازا، كنا نلعبوا غير بديال 60 دولار. مراجع البرزخ انا مادام الا كيتسولي من نيتك يعني انا كومبخون بلي ناس جداد كيجيو اول مره كيسمعوا كيسمعوا الهضره، انت المو كنشوف الموضوع تافه ما كنقدرش نجاوب عليه. هيا زعفت علينا كاع، قالت لك الحمار راه ميكاسا سميه يابانيه. وعلاش الحمار مادام حنا كنجاوبوك حنا كنعطيوك في الوقت وانت كتقول لنا الحمار؟ لا حول ولا قوه الا بالله هذوك العظيم. ديتي دابا الايتم سبيتينا في هذا اللايف مجموع فيه 1000 واحد، ما عرفناش علاش، ما عليناش. كمل اخو المداخله سي اغنو باش نشوفوا سكيبتك. هو فقط ديال المداخله نطلع تنسلم عليك، نقول لك هذا هو الكونت جديد، وبغيت نوصف لك ان الدين هو واحد اللوحه جريديه تخربيقه، وكيجي واحد الناس كيعطيوها واحد الوصف اللي مولاها ما فراسوش. مداخله قيمه جدا، لان هذا الوصف اللي عطيته ناضي، يعني بحال انت تقول شي واحد راه ماشي مناد على شي سبوره واي حاجه. مصطفى غلق رب المايك. 3 2 1. يا ريت طلعني. ها كيفاش؟ اسمح لي يا خويا، اسمح لي. انا نسدو واش نهبطك ولا شنو؟ لا غنسد المايك. لا واش باغي تهبط ولا راك باغي تهضر؟ لا باغي نهضر مع حبيبي، هذا شرف كبير ليا. مرحبا سي مصطفى. يلا خلينا سد لي المايك خويا، سد لي المايك. سديتو لك ما غاديش تبغي تحلو، واخا نسدو. قلت لك السي اغنو هاد الهضره مهمه جدا، وهذه كتوقع عبر التاريخ. خلي مثلا بحال الخطاب ديال شي رئيس ديال شي دوله متخلفه، غادي يجي داك الرئيس يقول لهم حنا نعدس مشينا فارينا المطيشه طلعنا نزلنا والسلام عليكم. غايجيو ناس من مورا يقولوا شوف سبحان الاعجاز، شوف كيما اختار العدس مع المطيشه. وقد ثبت علميا ان التشريحه الفيزيو الثقبويه
للعدس تتكون من ام 63 414. مشاو قلبوا في الماطيشه لقاو بها ام 414 اللي عنده علاقه ب 33. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الثقب الاسود المداخل في الكرسي الاحمر المعلق فوق الطابله الزرقاء. وهذا من حلم هذا خطير. هذا كان خطاب خطير جدا، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سي كوم سا كيديروا. يمشي للقران. هاد المسألة سيدنا طالوت دابا راه كتوقع في الأنظمة الديكتاتورية، أن الحاكم تاع الرئيس ديال واحد الدولة، فاللي كيعطي هذيك الصبغة ديال هذيك العلية بين قوسين، ما نقولش القدسية، ولكن هذاك المقام الكبير هو الإعلام. وشحال هادي كانوا هاد صحابو الأتباع ديالو ديما كيعطيو بحال شيخ الزاوية. شيخ الزاوية راه ما فراسو والو، كيلصقوا ليه كرامات، كيتمشى فوق الماء، كيخترق الحياة. فالمحيطين هما اللي كيعطيو هذيك الهالة لهذاك المدعي. راه هذا هو الامر الخطير، داكشي يتناقل جيل عبر جيل. انا فاش غنشوف الاب ديالي كيقول هذاك الشيء، فالاب ديالي بالنسبه لي هو الايدول، يعني هذاك الشيء اللي كيقولوا هو يقيني، وكنورثو انا كذلك. فات كيوصلنا بهذا الشكل. راه هذا هو الخطير في الامر، لان الجيل الاول اللي تلقى الخبر راه تلقى اغلب ديالو سواء خوفا او نفاقا او مصلحه، وهذاك الجيل كينقلوا الجيل اللي موراه، هذاك الجيل اللي موراه كياخذوا يعني تصديقا، لان الاب ديالو اللي خدا هذاك الشيء بغض النظر كيفاش خداه الاب ديالو، فيتناقل عبر الاجيال على اساس هو اليقين والصدق وكذا. وهذا الدليل وما وقع بين الصحابه فما يسمى بالانكسار التاريخي او مرحله الخلافه على الحكم، الخلافه على الخلافه. هذاك الشيء هو الخطير، يعني الجيل الثاني وما بعده. اما الجيل الاول راه يمكنش تعرف كيف اخذ الامر، اخذه نفاقا او مصلحه او الى غير ذلك. احسنت، كلام منمق وصحيح ولا يعاب. شكرا لك اغنو، المداخله الطيبه. احسنت. تحياتي لك انا سيدنا طالوت، كتكون نحبك في العقل والبصيره العقليه الزتعلكيه. شكرا لك سيدنا. ملي كيكونوا الناس هكا فاهمين ومتبتين صاحبي، افخر وافرح صراحه، والله تا افخر. شوف لي زيليت المليح واخا الف في اللايف، ولكن المليح النقعه المو العين ديال المغرب كاين هنا، وماشي غير المغرب، الجزائر باغتو، حتى التوانسه كاينين باغتو، كلشي كاع اللي كيفهم الدارجه كاين، حتى اللي ما كيفهمهاش كاين. صافي غراف مون بليزير. سكيبتيك مرحبا. تحية لك أخي طالوت، وتحية لجميع الحاضرين. بغيت ندير واحد من بين الأمور اللي بقات راسخة في دماغي من العالم الكرتوني الأنيم اللي كنت عايش فيه. بقات فاش كنت في الشباب ديالك كنسمع بزاف الناس وإقرا وهذوك الإذاعات اللي كانوا فهمتي ما كاين ما يدار، كتبغي تزيد من الإيمان ديالك تصنت لهم. وكاينه واحد بحال هو الشعر وكيبقاو يتغناو به، وانا غادي نحاول فهمتي تزيد. وما خاب من كان طالوت دليله، وما دل من كان نعم ما خاب. درنا نحن غرباء عك مزيان. في الحزن والغبطه في ما بقيتش عاقل على مزيان، ولكن هذه كان المهم داكشي ديال العفاسي وهذيك الامور اللي كانت انشودات بحال موك. ويعني شرف كبير اخي طالوت، وصراحه راه نورتي لنا دماغنا. وصراحه يعني هذيك المناطق الرماديه اللي كنا كنحاولوا نغطيوها برداء الاسلام، يعني فهمتي شويتيها وفهمتي عريتي عليها زعما صافي، يعني ما بقاش داك المجال ديال بنادم انه فين يزيد زعما يشك بانه راه الدين بصح شي حاجه اللي قائمه بالذات ديالها. وشكرا بزاف شكرا بزاف. شكرا سيدنا سكيبتيك على مداخلتك الطيبه. انا احييك واقبل جبينك. شكرا لك سيدنا، بارك الله فيك. ندير لكم الديسك. شكرا عك ريح راني نقول لك. سيد مصطفى مرحبا بك سيدنا. كاين موديراتور شي انفيتي كاين شي حاجه. كتسمعوني ياك؟ اللي فرتيتي نعستي ولا مازال؟ كنسمعوك مزيان. سيدنا مازال احنا معاك. مرحبا نسمعوا سيدنا مصطفى بغا يقول شي حاجه. يلا ناخذ انا بوز.